السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضانكم مبروك. في فيديو اليوم باش نحكي على أفضل 10 لاعبين مسلمين في تاريخ لعبة كرة القدم بالترتيب نعم بالترتيب كما سمعت أنت صديقي العزيز. بما أنه احنا تو في شهر رمضان المعظم، شهر رمضان الكريم اللي لديه علاقة خاصة بلعبة كرة القدم. شهر رمضان كرة القدم علاقة كبيرة سواء في الملاعب الأوروبية أو في الملاعب العربية أو في الأحياء الشعبية العربية. رمضان وكرة القدم قصة عشق وثنائي جميل جدا وأنيق. اختياري للاعبين حاولت نختار الملاعبية اللي أنا نراهم قراب من الدين ومتدينين نوعا ما كما نقولوها، وبطبيعة الحال لازم يكون مستواه الفني عالي وعالي جدا وجودته الفنية عالية وموهبته عالية ومسيرته كبيرة ومليئة بالألقاب والتتويجات والتاريخ الكبير. وعلى هذا الأساس هي اختياراتي، ووالله الاسم الأول سيصدمك. الترتيب باش يكون تصاعدي من رقم 10 إلى رقم 1. سهلة، من رقم 10 إلى رقم 1 تصاعدي واحدة واحدة. أكيد فهمتوني مريقل. نبدأ بالرقم 10 اللي هو المتواضع أسطورة فرنسا والجميل أنغولو كانتي ومحبوب ومعشوق جماهير كرة القدم. أنغولو كانتي لاعب معروف بالتواضع. هذا اللاعب مسلم ومعناها ديما يظهر في ستوريات الانستغرام في الصلاة أو في الجوامع ومع لاعبين آخرين سأذكرهم بعد قليل. وكهو معناها أنغولو كانتي هو أفضل 10 لاعب مسلم في تاريخ لعبة كرة القدم. انتقلوا لأفضل 9 لاعب في تاريخ كرة القدم اللي هو السنغالي والمتواضع أيضا والعقلاني إلى آخره من الصفات الجميلة اللي هو السنغالي ساديو ماني. ساديو ماني هو أفضل 9 لاعب مسلم في تاريخ لعبة كرة القدم. أولا مسلم بطبيعة الحال، ويقدم في صدقات كثيرة لبلاده السنغال ويدعم الفقراء وإلى آخره. وهذه الصورة، انظروا إلى هذه الصورة، هاتفه مكسور، هاتفه الجوال. أنا هاتفي ليس مكسور. هاتف ساديو ماني الذي يجني في مئات الملايين الدولارات وهاتفه مكسور. معناها باش تعرف التواضع وقيمة هذا اللاعب. ساديو ماني أفضل 9 لاعب في تاريخ اللاعبين المسلمين. ننتقلوا لأفضل 8 لاعب مسلم اللي هو صاحب البالون دور والمتزوج بالمغربية. وأمامكم الصور عثمان ديمبيلي المسلم والخلوق والذي يملك أصول موريتانية وهو يلعب مع منتخب فرنسا بطبيعة الحال، وهو بطل أوروبا مع باريس سان جيرمان بطبيعة الحال. عثمان ديمبيلي أعتبره ثامن أفضل لاعب مسلم في تاريخ لعبة كرة القدم، وقيمته الفنية تتحدث عنه وإمكانياته تتحدث عن هذا الكبير الفرنسي ولاعب باريس سان جيرمان ولاعب برشلونة سابقا. انتقلوا لأفضل 7 لاعب في تاريخ اللاعبين المسلمين اللي هو الفرنسي والمتزوج بالجزائرية فرانك ريبيري. مبدع فنان بلمساته بسرعته وبإبداعاته. فرانك ريبيري موهبة استثنائية، كان من الممكن أن تتحصل على جائزة البالون دور. وعندما ترى ديمبيلي لديه البالون دور وريبيري لا يملك البالون دور فهذا عيب في حق موهبة فرانك ريبيري. فرانك ريبيري اللي عنده علاقة بتونس وبالنجم الساحلي. فرانك ريبيري جاء للنجم الساحلي لكي يقوم باختبارات فنية في صغره في سن صغير، ولكن لم يتم قبوله. واليوم نرى الدرجة التي وصل لها فرانك ريبيري في عالم كرة القدم. لكي تعرف كرة القدم العربية والمسؤولين العرب
ننتقل لأفضل سادس لاعب مسلم في تاريخ لعبة كرة القدم، اللي هو فرنسي مرة أخرى. والفرنسيس برشا مسلمين، برشا الفرنسيس، ولكن أكيد ذو جنسيات. ننتقل لأفضل سادس لاعب مسلم في تاريخ كرة القدم، اللي هو بول بوجبا. بول بوجبا من المؤكد أنه موهبة كبيرة وقيمة فنية كبيرة وأسطورة من أساطير عالم كرة القدم، وكتب تاريخا كبيرا مع اليوفي والمنتخب الفرنسي خاصة. ومع المنتخب الفرنسي خاصة بول بوجبا يستحق أن يكون في المركز السادس. كما يظهر بول بوجبا دائما في صور على الانستغرام في الجوامع، ويرتدي الجبة وملابس الدين وعاداتنا وتقاليدنا الإسلامية. بول بوجبا مسلم ومبدع. بول بوجبا قيمة كبيرة ورمز من رموز عالم كرة القدم. في المركز الخامس التركي والألماني مسعود أوزيل اللي دينه الإسلامي أثر على مسيرته. كيف أثر على مسيرته؟ لنتحدث عنه قليلا. مسعود أوزيل اختار تمثيل المنتخب الألماني، وتعرض لحملات عنصرية ونقد وتنمر من فئة من الشعب الألماني، حيث قال مسعود أوزيل في تصريح أنه ألماني عند الفوز ولاجئ عند الخسارة. هذا كيف وصف مسعود أوزيل من فئة من الشعب الألماني، وخاصة بعد مغادرة المنتخب الألماني عام 2018 من كأس العالم. وأيضا ما زاد الأمر اشتعالا هو صورة مسعود أوزيل مع الرئيس التركي. ولا ننسى ما حدث له في نادي أرسنال بسبب بعض التصريحات وبعض الآراء. لذلك مسعود أوزيل مسيرته تعتبر دمرت بسبب دينه الإسلامي. مسعود أوزيل الذي يملك جودة وإمكانيات خيالية ومجنونة وتقريبا لا مثيل لها في تلك المركز. جودة مسعود أوزيل استثنائية وفريدة من نوعها، بروفيل آخر ونوعية أخرى من صناع الألعاب. مسعود أوزيل رجل في زمن قلت فيه الرجال تمسك بدينه وأصله على حساب مسيرته وقيمته في عالم كرة القدم الأوروبية تحديدا وحتى العالمية. في المركز الرابع رياض محرز الجزائري. رياض محرز الذي يملك كونترول ذهبي. رياض محرز لا شك في أنه مسلم بطبيعة الحال، وفي نفس الوقت قمة كبيرة في عالم كرة القدم خاصة الإنجليزية. أسطورة نادي ليستر سيتي، وأبدع مع مانشستر سيتي وحقق معهم أو حقق لهم دوري أبطال أوروبا وحقق كأس أفريقيا مع المنتخب الجزائري. رياض محرز موهبة رائعة وخارقة جدا بمراوغاته ولمساته وسرعته وتوزيعاته ومخالفاته وكل ما في إمكانياته. رياض محرز لاعب كبير. ننتقل للتوب 3. لا تنسى أن تفعل زر الجرس إن نسيت، ولا تنسى الاشتراك واللايك ومشاركة الفيديو مع صديقك أو صديقتك. فقط هذا ما أطلبه منكم جميعا. ويلا ننتقل للتوب 3. نبدأ في المركز الثالث كثالث أفضل لاعب في تاريخ اللاعبين المسلمين، اللي هو الفرعون المصري محمد صلاح. محمد صلاح الذي احتفاله يتحدث عنها، احتفاله بالسجود، احتفاله هو ما يلخص أمره وحكايته وتقربه للدين الإسلامي، وصورته أيضا مع زوجته المتحجبة. هذا هو محمد صلاح الذي يعتبر من أفضل اللاعبين في تاريخ البريمير ليج، إن لم يكن أفضل لاعب في تاريخ البريمير ليج. محمد صلاح أفضل لاعب في تاريخ أفريقيا، ولا ما نعرف أفضل لاعب في تاريخ أفريقيا ولا، إن شاء الله في فيديو آخر. المهم محمد صلاح أسطورة كبيرة وأسطورة نادي ليفربول الأولى. أفضل لاعب في تاريخ نادي ليفربول هو محمد صلاح رسميا من عندي أنا وحسب رأيي الشخصي. ويلا ننتقل
للمركز الثاني. للمركز الثاني لأفضل ثاني لاعب في تاريخ المسلمين اللي هو الفرنسي ومعشوق الجماهير العربية ومحبوب الجماهير العربية اللي هو زين الدين زيدان الجزائري الفرنسي. زين الدين زيدان بطل العالم مع منتخب فرنسا. زين الدين زيدان أسطورة نادي ريال مدريد. زين الدين زيدان معروف بقيمه وبأخلاقه وبروعة أقدامه وجودته وقوته البدنية إلى آخره من المواصفات الفنية. فيديو ماهوش الفيديو هذا مش بالأساس نحكيه فيه فنيا، نحكيه أكثر على شوية مسلمين، شوية فنيات، شوية إسلام، شوية فن، شوية مراوغات، مش برشا. معناها فيديو متنوع. وكهو معناها زين الدين زيدان هو ثاني أفضل لاعب في تاريخ اللاعبين المسلمين. عزيزي المتابع، أكيد نتوقع هذه صدمة للجميع، لأنه من المؤكد أن أغلبية المتابعين يتوقعون زين الدين زيدان في المركز الأول، ولكن حسب رأيي الشخصي ليس زين الدين زيدان الذي سأختاره في المركز الأول. سأختار لاعب آخر اللي هو كريم بنزيما. بما أنه احنا في شهر رمضان الكريم، كيفاش ما نكرموش كريم؟ كيفاش ما نكرموهش كريم واحنا في شهر رمضان يعني؟ ونعرفوا مستويات كريم بنزيما مع الريال في شهر رمضان، وماذا يفعل في دوري الأبطال وفي ليالي الأبطال في شهر رمضان تحديدا. كريم بنزيما في شهر رمضان يتغير، يصبح شخص آخر ولاعب آخر، ولا يمكن لأي فريق أن يوقف الكريم البنزيما في شهر رمضان. أيضا كريم بنزيما جزائري وفرنسي. كريم بنزيما ما يفعله من عبادات في شهر رمضان الكريم. كريم بنزيما أسطورة كبيرة خاصة في شهر رمضان، ونحن حاليا في شهر رمضان، وعلي أن أنصفه وبالطبع على المستوى الفني زيدان أفضل وممكن صلاح أفضل ولكن بما أنه احنا في شهر رمضان وأنا أصور الفيديو في شهر رمضان، ما نجمش ما نختارش كريم بنزيما الأول وكهو. وفي نهاية الفيديو لن ننسى لاعبينا العرب المسلمين المتميزين، واللي هما القطري أكرم عفيف، الإماراتي عمورة، السعودي سالم الدوسري، المغربي أشرف حكيمي، التونسي حاتم الطرابلسي، الليبي علي يوسف، السوداني جاكسا نصر الدين عباس، الموريتاني دومينيك دا سيلفا. لا يمكن أن ننسى كل هؤلاء. ولا تنسى أنت أيضا أن تكتب لنا في التعليقات من هو أكثر لاعب مسلم أنت تحبه، من هو أكثر لاعب مسلم تعشقه وتعشق إمكانياته ومستواه وأخلاقه وكل ما فيه كشخص. اكتب لنا في التعليقات. نشكركم على متابعة الفيديو. تحياتي لكل الدول العربية. شكرا.